السلام عليكم ورحمة الله. وش راكم؟ وش حوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وبصحة جيدة يا رب. أغلبيتكم شاف هذه الشخشوخة في ستوري تاع البارح عند الشيف أمير، وكاين اللي دخلوا عندي وسقساوني عليها. اليوم حبيت نبارطاجي معاكم لاغوسيت نتاعها بكامل التفاصيل والأسرار. اول حاجه ديريها كي تكوني راح توجدي شخشوخه نتاعك، تبداي بالشواط يعني بلا بات، وكاين اللي يسموه الرقاق، كاين اللي يقولوا الخبيز، كل منطقه واش يقولوا له، احنا نقولوا له الشواط. قلت لكم اول حاجه تبداي بيها اللي هو الشواط، ديريه من نهار من قبل هكذا، يكون عندك ضياف ولا ديريه ليله من قبل، ومن بعد من الغدوه من ذاك ديري لاصوص، ولا تقدري توجديه في نفس النهار. بالنسبة لنوعية السميد ولا طريقة العجن راها نفسها نتاع المسمن، نفس السميد اللي تستعمليه في المسمن، ونفس نفس طريقة العمل، الملح والماء برك. المسمن عفوا برك كاين يزيدوا الفرينة. اما بالنسبة للشواطة نتاع الشخشوخة ما يتزادلوش الفرينة، تجي سميد وحده. باسكو اذا زدتيلو الفرينة رايح بعد ما تشمخي الشخشوخة نتاعك تبليها وديري لها لاصوص، رايحة تشرب ورايحة تعجن. يعني من الأحسن ديري سميد برك. في الأول عجنتها وخليتها ترتاح باش تعطيني الطوع برك في كي نكون ندلك فيها، ومن بعد ما تخليها ترتاح وتشرب، راح تشرب هذاك الماء، تعاودي تجيبي اسيات فيها الماء، كل مرة يعني تبلي يديك وتعجني حتى وين تتحصلي على هذا القوام. تدهنيها بالزيت وتديريها في الريسيبيون تاعك، تزيدي تخليها ترتاح شويه، ومن بعد تشكليها الدوائر وتبداي تخدمي في الشواط نتاعك. في هذه المرحله لازم تخلوهم يرتاحوا مليح مليح، سينو ما همش رايحين يتحلوا لكم مليح ورايحين يعذبوكم. هذه المرحله بالذات لازم تكون لاباط مريحه. تجيبي الزيت وتبقاي تحلي في لاباط نتاعك دائره عادي، تكون رقيقه من الاحسن، كل ما ترقي الشواط نتاعك كل ما تجيك الشخشوخه نتاعك خفيفه. وكي تكون لاباط مدلوكه مليح رايحه تتحكمي فيها كيما تحبي وترفديها بلا ما تتقطع كيما راكم تشوفوا. اللي عندها البيتخا من الاحسن تعجنها في البيتخا. هنا جيت نوري لكم الطريقه نتاع الطياب، كيفاه يعني نطيبوا كونتيتي كبيره نتاع شواط بلا ما نحسو، يعني وبلا ما تشد لكم كامل الوقت. ديري الخبزه الاولى، ومن بعد هي تطيب من الجهه تقلبيها من الجهه الثانيه كيما راكم تشوفوا، ونزيد نحط عليها خبزه واحده اخرى كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نزيد نقلب، ومن بعد نزيد نحط العجينه فوقها، وهكذا تلقي روحك خدمتي 10 كيلو بلا ما حسيتي. هذه الطريقه انا نعتمدها كي نكون نشوط. قولوا لي نتوما اذا تعرفوها هذه الطريقه ولا جديده عليكم، واذا تستعملوها في التشواط نتاعكم ولا لا. خلوا لي في التعليقات. وهنا بعد ما كملت العجينه نتاعي ديجا ما كنتش دايره بزاف، نرفدها كيما هكذا باش يطيبوا الجوانب كيما راكم تشوفوا. الجوانب تاع لاباط كيما شفتوهم ما يطيبوش مليح في هذا الطاجين تاع الحديد. صافي نرفدهم نخليهم هكذا يطيبوا شويه، شوفوا كيفاش طابوا، ومن بعد نحيها. من الاحسن ما تخلوش العجينه نتاعكم يعني الشواط نتاعكم يبرد، باسكو راح يعذبكم في التفتات نتاعو. من الاحسن مجرد ما يبرد لدرجه تكوني تقدري ترفديه بيدك، مش يبرد يبقى دافي هكذا، تفتيه وراح يجيك ساهل. تفتيه بهذا الحجم وبهذه الطريقه كما راكم تشوفوا في الفيديو، راح يوضح لكم. بالنسبه للشخشوخه البوسعديه عندنا فيها زوج انواع نتاع شواط، هذه كمعلومه برك نحب نفيدكم بها. عندنا فيه زوج انواع نتاع شواط، كيما هذا اللي درتو تاع الزيت، وكاين نتاع الماء. في بلاصه ما نحلو بالزيت نحلو بالماء، هذاك يكون صحي على هذا، بصح هذا اسهل واسرع. نكمل الفتات نتاعي نحطه بجهه ونروح نحضر لاصوص. في قدره ولا لاكوكوت ندير شويه تاع الزيت، نسخنها ونقلي فيها الدجاج.
بعد ما نكون نظفته مليح مليح. ندير الدجاج نتاعي يتقلى في شويه نتاع زيت، ونروحوا نكملوا باقي المكونات. اول حاجه نبداو بالبصله واللي هي المكون الاساسي نتاع لاصوص نتاع الشخشوخه. نحتاجوا فيها هذوك كيما شفتوا قيس 3 اشخاص، نحتاجوا فيها 2 حبات كبار نتاع بصله ولا 4 بهذا الحجم اللي راني نوري لكم فيه، يكونوا متوسطين. نقطعهم ونرحيهم في لاشواغ، ما يكونوش مرحيين بزاف، يكونوا شويه شغل تخليهم شويه خشان، باسكو كي ترحيهم بزاف راح تجيكم لاصوص شويه مره. قلت لكم اللي تحب ترحيهم في لاشواغ ولا في بيدها تقطعهم، ولا في هذيك الآلة نتاع اليد، يعني كاين الرحاية اليدوية تاع بلاستيك، نورمالمون راكم شفتوها ودايرتها لكم في فيديو سابق نتاع الشخشوخة اللي شافوه. هنا كاين اللي يقولوا لي بلي شخشوخه ما ترحيلهاش البصله، وراحين يولوا يعلقوا لي ويقولوا لي راكي شغل بدلتي في الوصفه. انا نقول لكم راح تجي نفس البنه، وبالعكس راح تجي خاطره وتجي ملبنه يعني، وتجي بنينه ما عندها حتى علاقه بالاشواغ. هذه كملاحظه فقط. بزاف نسمعهم يقولوا باللي الشخشوخه ما لازمش ترحيلهاش البصله نتاعها في الاشواغ. يعني ماهيش حاجه اللي تغير في الوصفه، راح تجيك نفس النتيجه. كما شفتوا هذا هو هذه هي درجة التقطيع نتاع البصل نتاعكم. ضيفوه فوق هذاك الدجاج اللي تكونوا قليتوه في الزيت. ضيفي الكمية نتاع البصل نتاعك كامل، تخليها تذبال، تغطيها تخليها تذبال، ومن بعد بعد ما تذبال تزيدي عليها 2 حبات نتاع طوماطيش، يكونوا مرحيين ولا مرابيين. هنا بالنسبه للوصفه الاصليه نتاع الشخشوخه نتاعنا، ما نديرولهاش الطوماطيش حب، نديرولها الطوماطيش المجففه. نورمالمون دوكا راها ولات تتباع بارتو، مي انا برك ما لقيتهاش هنا في مصدغانه. سينو لو كان درتها لكم بالوصفه الاصليه، يجيبوها يطبخوها في الماء حتى وين تطرى، باسكو هي تكون يابسه تطرى، ومن بعد يرحوها بالميكسور ويستعملوها في الشخشوخه، راح تجي بنينه بنينه وتجي لا كولور نتاعها قرونه. الشخشوخه بالطوماطيش المجففه تجي رائعه رائعه. هنا كما شفتوا درت 5 ولا 6 فصوص تاع ثوم، تطحنوهم ولا تربوهم ولا كيما تحبوا ليسونسيال، تضيفوهم على الشخشوخه نتاعكم. وهنا اللي يحبها حاره، انا ما حبيتش نديرها حاره بزاف، درت 3 برك فلفل هذا قناوه. درك هنا ثاني يجوا يقولوا لي علاه ما طحنتيش الفلفل نتاعك. هنا انا هذا القناوه به الميديتي شغل ما يوليش يابس، كي ندقو في المهراس ما يوليليش بودره، وهي الشخشوخه لازم تدقي الفلفل نتاعك حتى وين يولي بودره. ثاني الفلفل، عندنا فلفل سبيسيال نديرو به الشخشوخه نتاعنا، يقولوا له فلفل البوسعدي، ديجا كاين في بوسعاده، نورمالمون شفتو في بوسعاده برك. هنا كي حوست عليه ما لقيتوش، يجي يابس ويجي مش هذا هو الشكل نتاعو. خطره اخرى ان شاء الله اذا عاودت لكم الوصفه نتاع الشخشوخه راح ندير لكم هذاك الفلفل، وندير لكم بالطوماطيش المجففه، وندير لكم بالهرماس. هنا الهرماس انا عوضته بالسكر، هنا اللي يقولوا لي علاه درتي السكر. عوضت الهرماس بالسكر. الهرماس اللي ما يعرفش الهرماس هو البرقوق المجفف ثاني، ولا اللي يقولوا له هنا يقولوا له مشماش، نورمالمون البرقوق يقولوا له المشماش. ماهوش نفسه اللي يديروه في طاجين حلو، لا لا، هذا يجي يابس يابس لدرجة انك لازم تطبخيه مليح مليح باش تقدري ترحيه. وكاين حتى اللي يعوضوه بالكونفيتير نتاع المشماش. هذه كملاحظة فقط، يعني اللي يحبوا يعرفوا صح الشخشوخة تراديسيونيل كيفاش تجي. هنا راه فاتني الفيديو، زدت الفلفل، زدت السكر والملح ولفاح. اللفاح اللي هو يعني التوابل الأصلية نتاع الشخشوخة، اللي هو كزبر يابس وبسباس، بسباس يابس ثاني، يطحنوهم ويديروا بهم الشخشوخة، يديروا بهم دجاجة فريك. هذا اللفاح هو التابل نتاع لي بلا تراديسيونيل تاع بوسعادة.
ونزيد عليهم الطماطيش المصبرة، ونخليهم يتغلاو مليح مليح. وباش نضيف الماء سخون، الماء لازم يكون سخون. نضيف حتى وين نغطي الدجاج نتاعي، ما نكثرش، لازم الدجاج يطيب في صوص خاطره. هذه دائما نقولها باش يجي الدجاج نتاعك بنين وتجي لاصوص نتاعك خاطره وبنينه. ثاني ما تضيفولهاش الماء بزاف. البنات هنا برك نسيت ملاحظه، نسيت ما درت لكمش الحمص ثاني لازم درته من بعد، كان تليفون دي شارجي ما صورتش. نغطي لاصوص نتاعي ونخليها تطيب في نار هاديه حتى وين يطيب الدجاج. هنا بعد ما طابت نفتح عليها. نورمالمون في الاول نحي الدجاج قبل، بصح انا نسيت. تزيدي لها الكزبر خضر، وتزيدي لها بسباس مطحون، وتزيدي تذوقي اذا كانت خاصتها حاجه تزيدي لها، اذا كان خاصها ملح. كاين اللي يزيدوا لها الدوزان اللي داروه في الاول كامل يزيدوه في التالي، يعني ثوم فلفل احمر، كاين اللي يزيدوا باش شغل يعكروها. هنا انا كي ذقتها جاتني بنينه، ما زدت لها والو ابار الفاح والكزبره خضر والفلفل الخضر. تزيديه من التالي تقطعيها وتزيديها، راح تطلق فيها بنه تهبل. وهنا في الاخير نجو الطريقه كيفاش نبلو شخشوخه. تفتحوا النار على قدرة، والله انا درت هذا الطاجين تاع الطين، نفتح عليه النار من تحت وننقص عليها خلاص. ولاصوص تاعي ديجا نكون فاتحه عليها ثاني النار تكون تغلي باش نبل الشواطه تاعي هكذا باش تحافظ على الحراره نتاعها وتشرب مليح. نبقى نضيف في لاصوص ونحرك باش بالعقل برك بالفرشيطه، باسكو اذا حركتو بملعقه ولا كاش حاجه راح يتعجن لكم هذاك الشواط كامل ويذوب في وسط لاصوص. هنا لازم تعرفوا كيفاش تحركوا، مجرد ما تدخلوا برك لاصوص في البلايص اللي ما لحقت لهمش، ومن بعد نزيد نضيف عليها الشواط من الفوق ونزيد ندير لاصوص هكذا حتى نتلحقي الكونتيتي اللي تحوسي عليها. بالنسبة للشخشوخة لازم تتبل في اللحظة اللي تكوني رايحة تقدميها فيها، ما لازمش يعني تتبليها وتخليها تبقى رايحة شغل هذاك الشواط يشرب ورايحة تنشف. هي ما لازمش تنشف، لازم في اللحظة اللي رايحة تقدميها فيها ثم وين تبليها وتحطيها. بالنسبة للشخشوخة احنا في بوسعادة عندنا هذا هو وقت نتاعها اللي هو شعبان. نديروها في شعبان. احنا نقولوا نقرشوا، كاين اللي يقولوا يشعبنوا بها. بزاف الولايات يديروا هذه التشعبينه، ما على باليش واش يطيبوا اكزاكت، مي احنا نديروا شخشوخه ونعرضوا عليها العائلات يعني ويتلموا عليها، عندنا كعاده يعني من بكري. كي تكملوا كامل تبلوا شخشوخه نتاعكم، جيبوا هذيك لاصوص اللي تكون مدسمه في القدره وديروها على الوجه نتاع الشخشوخه، راح تعطيكم واحد لابغيونس وشكل مليح. وفي الاخير نديروا اللمسه نتاع الكزبر وفلفل خضر مقطع وتزينوها بالبيض. اما بالنسبه للدجاج نحيته حمرته في الفوق وقدمته. وهذه هي الشخشوخه نتاعي في صحن التقديم. شهيتكم في الجنه ان شاء الله. صدقوني جربوها اكيد راح تعجبكم، متاكده باللي راح تعجبكم. والدليل ارجعوا للفيديو السابق نتاع شخشوخه راني دايراته وشوفوا التعليقات اللي جربوها واش قالوا لي عليها. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسونيش بالدعم نتاعكم لي جيم ولي كومونتير، ولي مازال مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلكم كامل جديد. وما ننساش نرحب بالمشتركين الجدد اللي دخلوا عندي ونقولكم ان شاء الله تستفادوا من عندي باكبر قدر ممكن. وهنا نقولكم تهلاو لي في رواحكم والى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله.